قرية الحمرات قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد. عدد سكانها حوالي 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي، وهذه القرية مثل باقي القرى الكردية في جبل الكرد وجبل الأكراد قسم اللاذقية تعرضت لقصف من قبل قوات نظام الأسد، وتدمرت هذه القرى وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد العون والمساعدة لأهلنا في الجبل قسم اللاذقية، فهم بحاجة إلى مساعدتنا. من عائلاتها بالوش، حايك، أوسمان، محروق، أحمد، برهو، حسون، حمودي، درويشو، عبد الرحمن، قاسم، يونس. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان، كيخية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء الجبل وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي الكردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الحمرات.